انا ما كنقراوش التاريخ، ما كنعرفوش الحقيقه التاريخيه، وغادي نبوح لكم اليوم بواحد السر اللي كنت ربما اخفيه. هذا الكتاب ديال السلطان مولاي الحسن الاول والسياده المغربيه في الطبعه الثانيه نفد، الجزائريين خداوه من السوق، بل اتصلوا بيا على ان اساس تسكت وتخلص مزيان بهذه العباره. السلام عليكم، أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ، وموضوعنا اليوم يناقش هذا الحد الفاصل بين المغرب الأقصى والصحراء الغربية، ونشوفوا إذا كان دعم العالم للصحراء الغربية هل هو دعم لتقسيم المروك ولا هو دعم لقضية عادلة وأرض محتلة لا تختلف على قضية فلسطين المحتلة. نبدأ من كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار في الباب العاشر، يحكي على ممالك المغرب اللي هما مراكش والجزائر وتونس وطرابلس، وفي بدايته للتعريف بمملكة مراكش، وهو عليها لازم نقرأ التاريخ، يقول: اعلم أن لفظ المغرب يطلق في عرف أهله على ناحية من الأرض معروفة بعينها يحدها من جهة الغرب المحيط الأطلنطي أو بحر الظلمات، ومن جهة المشرق بلاد برقة وما خلفها إلى الإسكندرية ومصر. يعني كي نحبوا نشوفوا مفهوم بلاد المغرب في الخريطة نلقوها هذه كاملة، وفيها 4 دول: مراكش والجزائر وتونس وطرابلس. وحديثنا اليوم راح يكون على الصحراء الغربية، والصحراء الغربية اللي هي الدولة الوحيدة اللي تحتلها دولة عربية مسلمة، ونتحدث هنا على الاحتلال المغربي لأجزاء كبيرة من الصحراء الغربية اللي بدأ من 1975. وتحقيقنا هذا راح يبحث خصيصا في الحدود الجنوبية للمروك حتى لوين تمتد تاريخيا. هل هي فعلا تشمل الصحراء الغربية فلا نسميه احتلالا بل نسميه استرجاع لأرض مغربية؟ وإذا لقينا الحد الجنوبي تاع المروك ما يلحقش للصحراء الغربية نقولوا لهم قامت عليكم الحجة بأنه هذا احتلال ولازمكم غير تخلوا الأرض لأصحابها وتتوبوا عما فعلتموه بأهلها سنوات طويلة. توبة نصوحة حكومة وشعبا. وبالعودة لكتاب حقائق الأخبار عن دول البحار نلقوه خصص فصل عن دولة المغرب الأقصى أو مراكش، وهذه مرات يلوموني في التعليقات يقولوا لي علاه تسمي بلادنا المروك، هذا تاريخ وهذا اسم بلادك التاريخي ما تحشمش به يا أخي. المهم نقرأ هنا في وصفها الطبيعي بأنها واقعة بين الدرجة 28 و 36 عرضا وبين 3 و 14 درجة طولا. هذه الخريطة نفعلوا شبكة خطوط الطول والعرض ونديروا زوم على هذه المنطقة. هذا هو خط العرض رقم 28، يعني هذا هو حد المروك الجنوبي حسب هذا المصدر، ولكن خلي أولا باه نتأكدوا بأنه دقيق في أرقامه ونشوفوا إذا حدها الشمالي مطابق صح 36. هذا هو خط العرض 36 قاسم البحر بين إسبانيا والمروك، وشرقا هو قال خط الطول رقم 3، هذا هو خط الطول رقم 3 جاي مع واد ملوية، بصح ماهوش بحثنا، احنا نبحثوا على الحد الجنوبي ولقينا أول إشارة نشوفوها اليوم بأنه المروك حدها هنا، ودرك حان الوقت لإظهار الحد الحالي بينها وبين الصحراء الغربية لنكتشف أنه المروك تاريخيا ما تلحقش حتى لحدها مع الصحراء الغربية، فما بالك بعمقها الجنوبي، لأن الحدود بيناتهم اعتمدتها الأمم المتحدة بخط العرض 27.67. وبالمناسبة مش هذا الكتاب وحده اللي حدد خريطة المروك من جهتها الجنوبية بخط العرض 28، بل تلقاه في أغلب كتب التاريخ القديم بشتى اللغات، إلا أنه اليوم ما راحش نقرأ الكتب بقدر ما راح نفتحوا الخرائط القديمة، وطريقتنا لرسم الحدود راح تكون بإسقاط كل خريطة قديمة على الخريطة الحالية ونرسموا منها الحدود كما الكالك ولا الورق الشفاف، وفي الأخير راح تكون عندنا فكرة كاملة على الخريطة الحقيقية للمروك، خاصة وأنه في الأخير راح نجيبوا حتى الخريطة الرسمية لسلطان المروك اللي راح تلخص لنا كلش. ونبدو من هذه الخريطة المطبوعة في أطلس 1783، وهذه المدن 3 وجدة وطنجة وأكادير هما اللي اعتمدت عليهم بهدرة الإسقاط على جوجل إيرث، لأنه تطابق 3 مدن يضمن أنه الخريطة في موضعها الصحيح وبأبعادها الصحيح. وقبل ما نظهر الحدود الحالية بين الدول خلي الساعة ننسخوا الحد الجنوبي من هذه الخريطة، هذا هو، ودرك ما بقى غير نخفوا الصورة ونشوفوا حدود المروك. هذه المروك وين كانت تنتهي سنة 1783 يا الخاوة. طبعا الخريطة هذه ما رسمناهاش حنا، رانا فقط فتحنا صفحات التاريخ نقرو، وما هيش تقسيم الاستعمار، لأنه في 1783 ما كان حتى استعمار لا إسباني لا فرنسي في المنطقة، يعني غير حنا في حنا. ودائما في فترة ما قبل الاستعمار نعاودوا العملية مع هذه الخريطة البريطانية القديمة مطبوعة سنة 1800، ولو أخفينا الصورة نلقوا خريطة المغرب سنة 1800 بهذا الشكل، وهذه مطابقتها مع الخريطة الحالية، يعني سلاطين المروك ماشي غير زايدين فيها كي يقولوا الصحراء أرضهم، أو حتى جنوب المروك وكان خاطيهم، فما بالك الصحراء الغربية. المهم نزيدوا نديروا نفس الشيء مع خريطة 1805، هذه حدود المروك في هذا الأطلس وهذه مطابقتها مع الخريطة الحالية. وانا بدأت تتضح عندي الصورة أنه المساحة الأصلية والحقيقية اللي أجمع عليها الجغرافيين في الماضي ما كانتش تبتعد على أكادير وسوس مسادرع. وهذه خريطة 1814 تعطينا هذا الحد الجنوبي اللي أيضا مازال بعيد على أرض الصحراء الغربية. وهذه خريطة بريطانية ترجع لعام 1872 وهذا الحد الجنوبي للمروك. وأخيرا هذه الخريطة الملكية لأنها تحمل اسم السلطان حسن الشريف،
أسقطناها كما يجب على الخريطة الحالية. وجدة تطابق وجدة، طنجة تطابق طنجة، وأكادير تطابق أكادير. واش يحد بلاده من الجهة الشرقية؟ تحدها الأوطان الجزائرية. واش يحد بلاده من الجنوب؟ بلاد الفيافي والقفار ويسمى الصحراء. مالا نخلوا الأوطان الجزائرية لأهلها، ونخلوا بلاد الفيافي والقفار لأهلها، ونرسموا حدود الدولة من هذه الخريطة، فنجدها أبعد من أن تكون الصحراء الغربية تابعة لها أيضا. ونرجعوا درك نديروا إظهار لكل الحدود اللي شفناها في مختلف الخرائط من مختلف مصادرها ولغاتها، ونديروا زوم على الحد الجنوبي. شوفوا يا خوتي، إجماع الرحالة والجغرافيين اللي رسموا الخرائط على أنه المروك تنتهي حدودها هنا ما بين تيزنيت وطنطان. ودرك كيف حابين يقنعوا الشعب الصحراوي باللي ماهوش احتلال، ولا هذه الخرائط رسمتها البوليزاريو ولا رسمها الجزائريين باه يقسموا المروك. وطبعا باه يغطوا على كل هذا ويمنعوا الحقيقة من الانتشار، يروجوا لأمثال هذه الصورة بأن المروك هي الإمبراطورية التي تمتلك نصف قارة إفريقيا. باش الله أعلم. في حين شفنا أنه في أقصى اتساعها ما لحقتش حدودها الحالية مع الصحراء الغربية. يعني في الحقيقة الصحراء الغربية هي اللي من حقها تسترجع الأراضي الشمالية حتى الخط العرض 28 كما نصت عليه مصادر التاريخ. وقبل ما نختم راح نقول لإخواني في الصحراء الغربية، إذا حبوا يشوشوكم حول مضمون هذه الحلقة راح يقولوا لكم هذه خرائط التقسيم الاستعماري. نقولوا لهم لا، جبنا لكم فقط الخرائط اللي ترجع قبل الاحتلال الفرنسي للمروك وقبل الاحتلال الإسباني للصحراء الغربية. ثانيا إذا قالوا هذه خرائط رسمها الأوروبيين نقولوا لهم حتى احنا كنا راح نكذبوهم، حتى شفنا خريطة السلطان حسن الشريف مطابقة لهم تماما. ثالثا إذا قالوا دولتنا لحقت نهر السنغال نقولوا لهم هذيك حملات تقدم وتراجع لا ترسم على أساسها الحدود، وإلا حتى الزيريون لحقوا للأطلسي والزيانيون لحقوا الفاس، والديات منهم من جلس على عرش السلطان في قصره في فاس. هل تتوقعوا راح نرسموا خريطة الجزائر على أساس هذيك الأحداث؟ أنا عاد نهضر مع الجزائريين دابا. الخبير في ملف الصحراء. عام 1983 خديتي الإجازة في التاريخ من كلية الأدب والعلوم الإنسانية في الرباط، خديتي دبلوم الدراسات المعمقة في موضوع حول الصحراء المغربية. وإحنا هذا هو اللي نحوسوا عليه، واحد يفهمنا بالعقل بالمنطق بالحجة بالوثيقة. من بعد مشيتي لباريس لتحضير الدكتوراه في موضوع كذلك عنده علاقة بالصحراء. رحلة بحث طويلة على الوثائق المتعلقة بقضية الصحراء. واش سهل تلقى الوثائق المتعلقة بهذا الملف؟ أكيد سهل، حتى أنت ربي يهديك يا الصحافي. ولو أنه السؤال مستفز شوي، لأنه هالبلاد دخلتوها وشردتوا ماليها عاد درك راح ينتسقسوا على كاين وثائق ولا لا. هيا دكتور جاوبوا، سهل ولا لا؟ أنا دابا راني 27 عام وأنا أستاذ جامعي، كتحشمني كيف يسولوك التلاميذ ديالك تيقول لك باش الصحراء مغربية، اش تقول ليه؟ اش تقول لهم؟ قول انت بقى. في المسار ديالك التنقيبي على الوثائق باش تحضر الدكتوراه، شنو إلا بغيت نقول أثمن وأهم الوثائق اللي قدرتي توصل ليها؟ جلت في المغرب، هبطت للصحراء، كنمشي عند الأعيان ديال القبائل، دخلت الخزانة العامة، الخزانة الملكية، الخزانة الصبيحية ديال آل سعود، خزانة داوود، ما لقيتش. مشكل كبير، ما كاينش الوثائق. ما كاينش الوثائق. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. رجعت رمضان ديال قسم الوثائق، الخزانة العامة، ما كانش شيء. أيه. طلعت لوزارة الخارجية، مشيت للثقافة، تلقى تقارير تفيد على أن هناك مجموعة من الضرائر كانت عند المغاربة إما سلبت من طرف المستعمر ولا حرقها ولا دها ولا غبرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. راني مصدوم. هذا في الثمانينات والتسعينات يقول لك ما لقاش في المروك ما يدل على مغربية الصحراء، لا في المكتبات لا في الوزارات. على أساس واش دخلتوا للصحراء في ال75 إذا ما كانش حتى دليل في هذاك الوقت بأنها تابعة للمروك؟ هذه الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، وهذا العدد 6539 مكرر، واللي نقرأ فيه ما يلي: نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، اللي هما رئيس الجزائر ورئيس أنغولا والبنين، وروح معاها حتى تقرأ كل رؤساء الدول الإفريقية. بصح هذه أنا ما عرفتش نقراها، ممكن تقرأوا معايا. رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يا خير كيرب. هو محمد السادس يعترف في الجريدة الرسمية برئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بالمناسبة يا الخاوة، محمد السادس لما نشر هذا الظهير راهو ألزم نفسه بواحد المادة ولا بند اللي هي المادة الرابعة، ومكتوب فيها حرفيا احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال. يعني المملكة المغربية بانضمامها الاتحاد الافريقي راهي ألزمت نفسها بقانونه الداخلي، وراهي ألزمت نفسها بهذه المادة
كل دولة تحترم حدودها عند نيل استقلالها. ودرك نبدوها من تحت ونجو طالعين. يا اخي ما ينشر في الجريدة الرسمية للدولة هو اعلى درجات الرسمية ولا الشرعية في القرارات وفي تحمل المسؤوليات ايضا، خاصة أن محمد السادس قبل ما ينشر هذا الظهير صرح قائلا أن المغرب يتجه اليوم بكل عزم ووضوح نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية ومواصلة تحمل مسؤولياته بكل اقتناع. يعني كي حب ينضم للاتحاد الافريقي قالوا له هاي شروط الاتحاد، وقع عليها واعتمدها وجعلها رسمية معتمدة في بلادك، بما في ذلك الاعتراف بدولة الصحراء الغربية ورئيسها، وأيضا البند اللي شفناه احترام الحدود القائمة عند الاستقلال. وإحنا كامل نعرف حدود المروك عند الاستقلال، هذه يعرفها القاسي والداني. وبالتالي عن المملكة المغربية راهي تعترف في جريدتها الرسمية بأنها تحترم حدودها القائمة عند نيل استقلالها، وأنها تعترف رسميا برئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وذلك في ظهير يحمل اسم الملك محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف. واضحة. أما الحسن الثاني صاحب فكرة المسيرة الخضراء وصاحب فكرة الصحراء كلها مغربية حتى القويرة، إما لا هذا الحسن الثاني شخصيا نلقوه خلى أيضا وثيقة تحمل توقيعه في الجريدة الرسمية للمملكة. وأنا تعرفوني ما نخبيش عليكم، هذه الجريدة الرسمية للمملكة المغربية العدد 3311 مكرر بتاريخ 16 أفريل 76، وهذا ظهير شريف رقم 380 76 واحد الصادر من طرف الحسن الثاني. أخي هذا هو الحسن الثاني ولا لا؟ هذه الجريدة الرسمية للدولة المغربية هذه. إما لعنا هنا الاتفاقية المتعلقة بتخطيط حدود الدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية. الفصل الأول: توصل الطرفان المتعاقدان الساميان إلى اتفاق مشترك ينص على أن حدود الدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية يرسمها الخط المستقيم الذي يبتدئ من نقطة التقاء الشاطئ الأطلسي مع خط العرض الشمالي 24، والذي يتجه إلى نقطة الالتقاء بين خط العرض الشمالي 23 وخط الطول الغربي 13. وباه نفهموا هذه الخلوطة لازمنا غير نحلوا الخريطة ونفعلوا شبكة خطوط الطول والعرض ونعينوا هذه النقطة اللي هي نقطة التقاء الشاطئ الأطلسي مع خط العرض الشمالي 24، ونزيدوا نعينوا هذه النقطة اللي هي نقطة التقاء بين خط العرض الشمالي 23 وخط الطول الغربي 13 كما في معاهدة الحدود. نرسموا بيناتهم سطر وراح نلقوا الحدود الرسمية للمملكة المغربية مع موريتانيا. وكي نطلعوا الحدود الحالية تلقى المفاجأة وتلقى القويرة بعيدة على هذا الحد ب 400 كيلومتر، بما أنه هذه الوثيقة رسمية ملكية، بما أنه المراركة درك ولوا يطالبوا بالحدود حتى لهنا. نفهموا أننا أمام دولة توسعية، ونفهموا أنه الهدرة اللي تقالت تاع أنه الحسن الثاني عرض تقاسم الصحراء مع موريتانيا والجزائر نفهموا أنه كاين منها، لأنه يعني نشوفوا فيها بعيننا درك. وهاو الدليل أنه تقاسمها فعليا مع موريتانيا بعد ما قلت لهم الجزائر أنا خاطيني هذا البوليتيك الإمبريالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.